مساء الخير، ازيكم؟ معاكم كريستين وهقول لكم كل حاجة عن التسويق. ازاي تشتغلي من بيتك، تبيعي كتير وتكسبي كتير، بس اهم حاجة يكون التسويق الصح. النهاردة في الحلقة بتاعتنا هنتكلم على حلقة مهمة جدا جدا وفعلا هتعجبك. الحلقة بتاعتنا ازاي تقنعي الزبون بشراء المنتج بتاعك. زي ما سمعتي كده، ازاي تقنعي الزبون بشراء المنتج بتاعك. اهم حاجه ان انت تقنعي الزبون بشراء المنتج بتاعك لما تقولي له الفوائد والمنافع ليه هو، مش ليكي انت. يعني تعالوا نفسرها مع بعض. يعني مثلا انا واحده ما بشتغلش، قاعده في البيت، ما بنزلش شغل. ما تجيش تقولي لي خدي علبه السلطه دي، العلبه دي بتحفظ السلطه عشان وانت رايحه شغلك. ايه المنفعه بتاعتي؟ علبه سلطه بتحفظ السلطه بره البيت. طب انا ما بنزلش اساسا، يبقى ايه المنفعه بتاعتي؟ ما ينفعش تيجي تقولي لي خدي الكريم دوت، ده في عامل حمايه مثلا بعامل 30 هينفعك خالص وانتي بتنزلي الصبح. طب انا ما بنزلش الصبح اساسا، يبقى انت بتبيعهولي ليه؟ زي ما قلنا قبل كده برضو في حلقه من الحلقات، ان انت لازم تشوفي المنتج المناسب للشخص المناسب، مش اي حاجه تقوليها. ولازم تعرفي احتياجه، واللي انت تقولي عليه احتياجه قبل ما هو يقولك. انت شايف عارفه ان انا مثلا ما بنزلش ما بشتغلش الصبح، يبقى ازاي تيجي تبيعي لي كريم بعامل حمايه 30؟ طب ما انا هحطه مش هستخدمه. ازاي هتديني علبه بتحافظ على الاكل بره البيت؟ طب ما انا برضو مش هستخدمها. ازاي هتديني مج حراري وانا ما بنزلش من البيت بالشهر مثلا؟ يبقى انا مش هستخدمه. يبقى اهم حاجة في البيع بتاعك ان انت تقولي المنافع والفوائد اللي هتعود عليا انا، مش اللي انت شايفاها حلوة في نظرك للمستهلك. هتقولي المنافع والفوائد للمستهلك مش ليكي كبايع. دي اول حاجة. تاني حاجة، لازم تخاطبي العاطفة شوية. دي هي عايزة ايه؟ عايزة تدريب كتير. يعني ايه تخاطبي العاطفة؟ يعني مثلا لو ام عندها اولاد، انتي بتبيعي مثلا منتجات بلاستيك، مثلا لانش بوكس. اللانش بوكس دي بتحافظ على السندوتشات وما بتخليهاش تبوظ، او بتحافظ على الموزة مثلا ما بتخليهاش تسود. الحاجات دي يبقى لازم ان انت تخاطبي العاطفة اللي فيها. كأم عايزة صحة ولادها، يبقى معلش خدي اللانش بوكس دوت، هيحافظ على الولاد، هيحافظ على صحتهم. يبقى تاني حاجة لازم تتكلمي عن طريق العاطفة. يعني الحاجات دي هتبقى حلوة للولاد عشان ما يتعبوش، وعشان انت عارفه الامراض بتاعت الايام دي. مثلا ازايز الميه دي بتحافظ على الميه اللي فيها، مش بتخليها تكون، طبعا انا مش دكتوره، بس ما بتخليهاش تكون فطريات والحاجات دي والبكتيريا والحاجات دي. العصير مش هتخليه يبوظ بسرعه. يبقى انا لازم اتكلم في العاطفه. لو واحده بتشتغل، لا خدي الكريم ده، الكريم ده هيحافظ على بشرتك، مش هتسمري. بالذات ان الاشعه بتاعت الشمس ديت ممكن تعمل امراض كتير. انت بتحطي مكياجات كتير، يبقى لازم تعملي طبقة عازلة بين مكياجاتك وبشرتك. لازم تتكلمي عن العاطفة. تتكلمي، يعني انا مش عايزة اقولها بعد الشر علينا، بس تتكلمي عن الامراض اللي بتحصل من الاستخدام الغلط للمنتجات. طبعا احنا عارفين منتجات كتيرة ممكن بسببها يجيلنا امراض. فيبقى انا لازم اتكلم عن العاطفة. ان المنتج اللي معايا ده هو اللي هيحافظ لك على على بشرتك، على حياتك، على صحتك. المنتج اللي معايا ده هو اللي هيعمل كذا. يبقى اول حاجه ان انا ما اتكلمش اتكلم على المنافع والفوائد اللي هتفيدني انا كمستهلك. تاني حاجه ان انا اتكلم بصيغه العاطفه للمستهلك. تالت حاجه، ما ينفعش اتكلم كتير وانا مش قادره اركز على ميزه المنتج. يعني بصي خدي العلبه دي، العلبه دي حلوه قوي، ده العلبه دي شيك جدا، بصي بصي الوانها، بصي عامله ازاي. طب لا، ماشي تمام، انا مش عايزاها. فهمتوني؟ الكلام الكتير على المنتج اللي هو مش بيفيد، غير ان انا لما اتكلم على نقط محددة، فوائده، منافعه، زي ما قلنا العاطفة، انا محددة النقط اللي انا هتكلم فيها من المنتج ده. رابع حاجة، لازم اخلق سبب مقنع للزبون ان هو يشتريه، ان هو يشتريه مني. لكن مثلا ما ينفعش واحدة ما بتنزلش خالص واقنعها ان هي تحط كريم علشان الشمس. طب وهي هتاخده مني ليه؟ ما هي قاعدة في البيت اساسا 24 ساعة. لكن ان انا لما اكلمها واقنعها
ليه انت هتاخديه مني؟ انت هتاخديه عشان تستخدميه كل يوم. لو واحده موظفه بتنزل كل يوم في عز الشمس في الصيف، لا انت هتاخديه وتستخدميه، انت مش هتركنيه في الدرج. يبقى لازم اقول لها سبب مقنع هي هتاخده ليه. هي هتاخده علشان تحمي بشرتها من الشمس، وهتحمي بشرتها من الامراض، كذا حاجه. فهمتوني؟ يبقى اهم حاجه ان انا لازم هقولهم لكم تاني، ان انا اركز على المنافع والفوائد، اركز على العواطف اللي انا هتكلم عنها، يعني اخاطب العواطف بتاعت الشخص اللي قصادي بصفة يعني ما اذكرش كتير طبعا الحاجات الوحشة، بس لازم اقولها له، ولازم اكون صريحة في كلامي. يعني ما اختلقش مرض او ما اختلقش حاجة وهمية عشان ابيع له المنتج. دي حاجة طبعا مش تمام. ما ينفعش ان انا اتكلم كتير على منتج من غير ما اقول له الفايدة بتاعته. لا 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 لا. يعني حاجة لو سمحتوا نتكلم فيها. رابع حاجة ان انا لازم يكون في سبب مقنع ان انا اخليه يشتري المنتج بتاعي، في سبب مقنع ان هو هياخده مني، ان هو على الاقل هيستخدمه مش هيحطه في الدرج. اخر حاجة لازم ان انا اشوف المنافع اللي حققها المنتج بتاعي، منافع ملموسة. يعني لو انا بستخدم الكريم دوت، او لو انا عندي ريفيوهات لازم اوريها له. لو انا مثلا بستخدم منتج من البلاستيك، لازم اوري له بص انا اهو، انا معايا العلبة دي وهي حافظت على الاكل اهو قدامك. لازم يكون في تجارب عملية قصاده، لازم يشوف. عشان كده في معظم الشركات الكبيرة اللي هي البيع المباشر بتعمل حاجة اسمها اجتماعات بتوري المنتج للناس، بتوريه لهم، بتشرحه قصادهم عملي. بيبقى اذا كان في حاجات تجميلية، اذا كان في منتجات البلاستيك بتاعت المطبخ بيعملوها. يعني دي حاجات طبعا انا كنت شغالة فيها وعارفة الكلام ده. يبقى احنا الخمس حاجات لو انت عملتيهم والزبون قصادك هتقدري تقنعيه 100%، بس لازم تكوني امينة في كل كلمة انت بتقوليها. واهم حاجة ان انا قلت برضو ان انا هحاول اكررها لكم في كل فيديو، مكسب قليل بيع كتير. هتضمني الزبون بتاعك ان هو مش هيمشي من عندك ابدا، بالعكس هيجيب لك زباين كتيرة قوي. وتكوني امينة جدا 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 في عرض المنتج بتاعك. شكرا ليكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية.